السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناه الاستاذ الافتراضي. معكم بروف سوما، وكنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. في هذا الفيديو جبت لكم خبر حصري ودقيق وصحيح كيف ما ولفتكم على قناه المعلومات من الميدان وقناه المعلومات الدقيقه. وهذا الخبر هذا كيخص امتحان اللغه الفرنسيه برسم سنه 2020 كنقصد السنه الدراسيه طبعا. بلا شك غادي تكونوا شفتوا التداول ديال واحد الصوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كتهم الاطار المرجعي في اللغه الفرنسيه، واللي المفاد ديالها انه كاين امتحان اختياري. فبيان سور حتى انا ملي شفت داك الصوره فاولا قلت بلي انها مفبركه، وداكشي اللي كاين هي صوره مفبركه. ولكن مشيت سولت الجهات المعنيه واللي هما المفتشين ديالنا، فسولت على مدى الصحه ديال هذه الصوره هذه باش هكذا نعطيكم الخبر اليقين. فالجواب ديال الجهات المختصه كان هو انهم في اطار اعداد الامتحان ديال اللغه الفرنسيه، والشكل اللي كيقوموا بالاعداد به لهذا الامتحان فهو غادي يكون على الشكل الاختياري. وبالتالي الامتحان ديال اللغه الفرنسيه لرسم سنه 2021 هو امتحان اختياري كيف ما السنه الفارطه. هذا الجواب هذا 100%، لان اللي كيقوموا بهذه الامتحانات هما اللي عطاونا هذه المعلومه هذه. وبالتالي داك الصوره ولو انها مفبركه ولكن كتضمن معلومه صحيحه، واللي هي غادي نكرر امتحان اللغه الفرنسيه امتحان اختياري. كنتمنى نكون فرحتكم بهذا الخبر، وكيف ما قلت لكم خبر يقين، سوى الى كانوا اصحاب الشأن من بعد يبدلوا الراي ديالهم، ولكن لحدوث الساعه فالامتحان اختياري. دونك الا بغيتو نبقى نجيب لكم دائما الاخبار الحصريه والدقيقه فما عليكم الا تضغطوا على زر لايك، الاشتراك طبعا في القناه ديالنا، وتبارطاجيو لو ماكسيموم. دونك كانت معكم بروف سوما، اي ا تري بيانتو.